هاي، ازيكم كلكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في قناة بيت مارو. يا ريت تعملوا لايك على الفيديو ده وشيروه كمان مع كل اصحابكم، عشان دي وصفة حلوة جدا ومن غير مواعين ومن غير ما تتعبي خالص. هنعملها كلها في الكيس الحريري، احلى غدا وهتعجبكم جدا جدا. اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك، وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبتدي وصفة النهاردة. بصوا، اول حاجه هنجيب اي كبه عندكم. لو ما عندكوش الكبه الصغيره دي هاتوا المبشره. هنبشر بصلايه متوسطه وطماطمايه، مش عاوز اكتر من كده في التتبيله بتاعتي. وبعد كده شويه بهارات كده، اي بهارات عندك هتنفع في الوصفه دي. تمام. شايفين البصل الاحمر عطى لون برضو مع الطماطم حلو قوي قوي، وده كمان هيدي لون للفرخه حلوه جدا. هجيب اي بوله عندي كده وهفضي فيها التتبيله دي اللي هي الطماطمايه مع البصلايه. تمام. وهبتدي احط شويه بهارات. ايه البهارات بتاعتي؟ تمام. هحط شويه ملح، تمام، شويه فلفل اسود، وهحط كمان البهارات دي بهارات هنديه كده للفراخ، بتجيبيها من عند العطار. تمام. اسمها تندوري، بهارات التندوري للفراخ. وهتحطوا كمان شوية سماق وشوية كمان 7 بهارات. تمام. وهحط معلقة كبيرة من خل التفاح أو خل عادي لو عندكم. وهحط كمان معلقة مستردة، بتدي طعم لذيذ جدا جدا، لذعة كده حلوة. تمام. هبتدي بقى أقلب التتبيلة دي كلها كده في بعض، تمام، لحد ما البهارات بتاعتي تدوب. بعد كده بقى هجيب صينية. تمام. الصينيه دي انا مش هحط فيها الفرخه على طول. لو انتوا ما عندكوش الكيس الحراري، الكيس الحراري على فكره ده رخيص جدا وموجود في اي سوبر ماركت. تمام. دي الفرخه بتاعتي دي تنفع في اي حجم فرخه، لو صغيره او كبيره كمان، لان هي بتستوي كويس جدا جدا من جوه. هبتدي بقى ادعك الفرخه كده من جوه وبين الجلد واللحم. تمام. ومن بره كمان بالتتبيله دي، وهسيب شويه من التتبيله دي لان انا هحط مع الفرخه في الكيس الحريري شويه خضار. تمام. على حسب ما تحبوا انتوا، مش عايزين تعملوا خضار، لو عاملين مثلا خضار بره، صينيه بطاطس، اي حاجه، تمام، خلاص حطوا الفرخه بس في الكيس الحريري وبرده هتستوي كويس جدا. بس انا هحط شويه خضار معاها علشان عايزه الخضار يتشرب من الدهون اللي هتنزل من الفرخه دي، بتديها طعم حلو قوي قوي. خلاص كده تبلت الفرخه. تمام. هجيب بقى الخضار بتاعي. انا مقطعه بطاطس مكعبات زي ما انتوا شايفين، وحط عليه معلقه زبده صغيره جدا جدا، وكمان هحط معاه شويه فلفل الوان. تمام كده. خلاص هجيب بقى كيس الحراري بتاعي، وهحط جواه الخضار اللي هو البطاطس مع الفلفل الالوان ده. الفلفل الالوان انا مفرزاه. تمام. وعندي على القناه طريقه تفريزه، بصي زي الفل، ويقعد معاكي سنه كامله في الفريزر لما تيجي تطبخيه. بس ده للطبخ بس، مش للسلطات ولا اي حاجه. تمام. لما تيجي تطبخيه بص، محتفظ بلونه، محتفظ بكل حاجه، وتحفه جدا. بدل ما تجيبي مثلا كل شويه واحده فلفله او اتنين، لا، هاتي كميه زي ما انت عايزه، كيلو، نص كيلو، وفرزيه في الفريزر، بيطلع تحفة جدا وبينفع في كل الطبخات. شاورما، صينية بطاطس زي كده مع الفراخ، تحفة بجد. جبت بقى الكيس الحرارية دي زي ما قلت لكم، انا كنت جايباها من السوبر ماركت. تمام. هاخد واحد كده. وعلى فكرة الكيس الحرارية دي احجام، على حسب حجم الحاجة، في منها صغير وفي منها كبير خالص، ممكن تاخد فخدة كاملة. جبت الكيس اهو. تمام. احط فيه بقى البطاطس بالفلفل اللي انا عاملاهم. بص انا مش حاطه عليهم اي بهارات. ليه؟ لان احنا هنحط عليهم بقيه التتبيله اللي عملنا بيها الفراخ، ودي فيها كل البهارات وكل حاجه، مش محتاجين نزود اي بهارات. اكله سهله وسريعه. وبصوا انا ما عملتش جنبيها غير شويه رز بسمتي. تمام. ممكن تعملوا جنبيها رز ابيض، اي رز انتوا حابينه، او شويه مكرونه كمان برضو هتبقى تحفه جدا. تمام. ولا خدت اي مواعين، زي ما انتوا شايفين كله في كيس واحد، وسهله وطعمها بجد لذيذ. والاستوى بتاع الفراخ كان تحفه. لو عندك اطفال ياكلوها مش مفتله مثلا او اي حاجه، لا، طريه جدا جدا من جوه. بص بقى، الخطوه اللي جايه دي مهمه علشان التتبيله تخش في كل البطاطس. تعملوا كده زي البالونه، الكيس تنفخوه. تمام.
تقلبوه بالطريقة دي كده. البطاطس خدت من كل التتبيلة بتاعتي. هبتدي بقى احط الفرخة عليهم بالمنظر ده وتقفلوه. بصوا كل كيس جاي معاه قفل. يعني مثلا لو الكيس فيه 3-4 اكياس فرن هتلاقوا معاهم 3-4 تقفيل. كل كيس لازم يبقى معاه قفل الخاص بيه، بيبقوا جايبينه لان حاجة بتستحمل الحرارة، ما ينفعش تقفلي انت باي حاجة من عندك. بصوا هو ده شكله. بتطلعوا واحد كده تمام، وبتقفلوا الفرخة بالمنظر ده تمام، وبتقفلوها كده وتتأكدوا ان انتوا قافلينها كويس جدا جدا. تمام. بصوا بقى في خطوتين مهمين قبل ما ندخلها الفرن. لازم بالسكينة كده او بالمقص نفتح فتحتين صغيرين في الكيس علشان ما ينفجرش معاكم في الفرن او يطرطش. تمام، فتحتين صغيرين خالص كده. وبتكبوا مية مغلية في الصينية دي. ليه هنكب مية مغلية في الصينية دي؟ عشان الصينية معاكو ما تبصش في الفرن تمام، او ما تتحرقش. بس كده هدخلها الفرن واوريها لكم لما تطلع. هي قعدت بالظبط ساعة الا ربع. وده شكلها بعد ما طلعت. شايفين الفراخ متحمرة ازاي؟ طبيعي من غير اي حاجة. والبطاطس مستوية جدا جدا، وطعم التتبيلة تحفة بجد رهيبة. تفتحوها بقى بحذر علشان دي بيبقى فيها كمية هوا سخن من جوه كبيرة تمام، هي اللي بتسوي الفراخ والخضار بتاعي. بصوا انا بفتحها من بعيد ازاي. لازم كده، وبعيدي ايدك خالص مقص او اي حاجة. تمام كده. هبتدي بقى افضي البطاطس والفراخ هطلعها. مش عايزه اقول لكم بجد كانت اكله لذيذه جدا جدا، وما خدتش مني مجهود خالص. صدقوني الاكله كلها ما خدتش نص ساعه على بعضيها، بالرز كمان تجهيزها يعني. والفراخ مش عايزه اقول لكم مش مستحمله، مستويه جدا جدا وطريه وجوسي كده من جوه. وعلى فكره تنفع في العزومات كمان. لو عندكم ديك كبير اعملوه بنفس الطريقه هيعجبكم جدا جدا. هبتدي بقى انقل الفراخ في طبق كده، والخضار هحطه في طبق على جنب. تمام، ودي طريقتنا للفراخ النهارده. يا رب تكون عجبتكم. على قد ما بقدر بحاول اجيب لكم طرق للفراخ كتيره تمام، لان عارفه ان الاولاد بيحبوا الفراخ جدا. تمام. وعندي برضو طرق للحوم والاسماك على القناه، في اكتر من 630 فيديو، يا ريت تشوفوهم. وده شكل الفراخ بعد ما خلصت بجد تحفه جدا جدا. والخضار ده هحطه بقى في سلطانيه كده لوحده. تمام، وهقدمهم ألف هنا وشفا لكل اللي جرب الوصفة دي. دوسوا لايكات كتير لو شفتوا الفيديو ده، وكمان شيروه مع أصحابكم لو انتوا استفدتوا. وشكرا جدا لمتابعتكم، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد قريب. مع ألف سلامة.